السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم مان تو مان 1907 مع أحمد وأحمد. هنتكلم النهارده إن شاء الله في أولى حلقات برنامجنا عن اللاعب المرشح للانتقال للنادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير الشتوية الحالية يناير 2023، وهو اللاعب البرازيلي جوستافو إنريكي دا سيلفا سوزا. اللاعب البرازيلي جوستافو إنريكي دا سيلفا سوزا اللاعب عمره 28 سنة وطوله 188 سم. خلال متابعتنا للاعب الفترة اللي فاتت يا شباب قدرنا نجمع لكم بعض المميزات وبعض العيوب للاعب، وهنبتدي معاكم أول حاجة بالمميزات. بيمتاز لاعب الأهلي المحتمل يا شباب بالتسديد بكلتا القدمين. لاعبنا المحتمل ممتاز في ألعاب الهواء والارتقاء والتسديد بالرأس، وكمان لاعبنا بيمتاز بالقوة البدنية في الالتحامات، وكمان متميز في تسديد جميع الضربات الثابتة وضربات الجزاء. زي ما ذكرنا ليكم مميزات اللاعب، كمان هنذكر ليكم أهم العيوب عند اللاعب البرازيلي. ذكرنا ليكم مميزات اللاعب، اتضح لينا من خلال المتابعة إن اللاعب عنده بعض العيوب. اللاعب يا جماعة بتقل خطورته خارج منطقة الجزاء. يا جماعة بيحد من خطورة اللاعب في حالة إن الفريق اللي قدامك بيلعب بطريقة الدفاع المتقدم. دلوقتي هنتكلم عن أبرز محطات اللاعب خلال مسيرته الكروية. اللاعب صاحب ال 28 سنة لاعب جوستافو إنريكي دا سيلفا سوزا لعب في عدة أندية برازيلية، تحديدا في 8 أندية برازيلية. معظم الأندية البرازيلية اللي لعب فيها كانت دوري ممتاز برازيلي، منهم ناديين حصلوا على كأس العالم للأندية. اللاعب البرازيلي لعب بألوان نادي كورينتيانز البرازيلي الحاصل على كأس العالم للأندية 2012، والمناسبة الأهلي كان مشارك في البطولة. وكمان لعب لنادي انترناسيونال البرازيلي والفائز بكأس العالم للأندية 2006، وكان برضو الأهلي مشارك في البطولة. وأيضا اللاعب لعب لأندية برازيلية معروفة زي فورتاليزا ونادي باهيا البرازيل. اللاعب كانت ليه تجربة احترافية خارج البرازيل، في تحديدا في دولة البرتغال في الدوري البرتغالي، ولكنها كانت تجربة لم تكلل بالنجاح مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي. وحاليا اللاعب بقاله 3 سنين بيلعب لصالح نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي. خلال مسيرة اللاعب الكروية لعب 183 مباراة، معدل مساهماته التهديفية فيهم 126 هدف. سجل اللاعب منهم 105 هدف وصنع 21 هدف، وحقق 5 بطولات خلال مسيرته الكروية. ودي تكون كل المعلومات والأرقام والإحصائيات الموجودة معانا النهاردة واللي بتخص اللاعب جوستافو إنريكي دا سيلفا سوزا، اللاعب البرازيلي المرشح للانتقال للنادي الأهلي. وإن شاء الله بأمر الله هنوافيكم بكل جديد مع الانتقالات الخاصة بالميركاتو الشتوي والانتقالات الخاصة بالنادي الأهلي بالتحديد. وطبيعي برضو ان الصفقة ان تمت هتتوقف في النهاية على الخطة اللي حاططها النادي الأهلي للتعاقد في المقام الأول مع اللاعب الكونغولي الشهير طبعا جاكسون موليكا. وإن لم تتحقق فهتكون الصفقة دي هي بلان بي للنادي الأهلي. وإن لم تتحقق أيضا، وده من الوارد جدا طبعا لأن الصفقة لسه فيها الكشف الطبي الروتيني اللي من المحتمل إنه يخرج اللاعب بره حسابات النادي في حالة إنه ظهر اللاعب في أي مشكلة أو ليه تاريخ مع الإصابات كما حدث في السابق مع عزيز يعقوبو. هنشوف إن شاء الله إيه اللي ممكن يحصل في الأيام اللي جاية وهنوافيكم بالتفاصيل. انتظرونا طبعا في برنامج مان تو مان 1907 مع أحمد وأحمد. شكرا جدا، السلام عليكم.